السلام عليكم، انا رحمة ناجي. كل سنة وانتم طيبين. هعمل النهاردة معاكم الزبادي بأسهل طريقة في البيت، ومش هتبوظ معاكم خالص، وبطريقة ناجحة جدا زي الزبادي جهينة بالظبط اللي انتوا بتجيبوها من بره. اول حاجة كده بنبدأ بكيلو من الحليب. انا الحليب هنا غلياه وحاطه فوقيه خشبة لغاية ما غلى كده دقيقتين ولا حاجة، وطفيت عليه، وبعد كده بسيبه يهدى لغاية ما احط صبعي فيه كده يبقى زي رضعة البيبي، اللي هو استحمل لغاية 30 ثانية. وبعد كده بفضل اقلب فيه جامد زي ما انتم شايفين، معلقة او شوكة او مضرب بيض. المهم يطلع الرغاوي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، والرغاوي ديت اللي هي هتعمل القشطة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده جبت طبق احط فيه بقى الزبادي بتاعي اللي انا هخمر بيه الحليب، وطبعا سايبه الحليب يهدى خالص. جبت كده زبادي بلدي، طبعا النوع ده انا بحبه وبحب طعمه، فانا الطعم الزبادي بيطعم بطعم الزبادي اللي انت بتحطوها عليه. حطيت كده زبدايه، وهحط كمان زبدايه تانية الا ربع. هتشوفوا دلوقتي انا هحط كميه قد ايه، وهوريكم الكميه اللي هتفضل معايا. طبعا الزبادي هنا لما كل ما تكون نوعها كويس، كل ما الزبادي بتاعتكم تطلع طعمها احلى. حطيت كده عليها لبن بودرة معلقة كبيرة، وحطيت معلقة سكر كبيرة. لو بتحبوا زبادي جهينة تقدروا تحطوا معلقة السكر، ما بتحبوش زبادي جهينة وبتحبوا الزبادي البلدي العادية ما تحطوش معلقة سكر خالص. وبرضو معلقة الحليب البودر بتديها طعم جميل، بس هي اختيارية تماما. حطيت كده عليهم معلقتين كبار من الحليب السخن اللي انا كنت عاملاه. طبعا الحليب ده دفى معايا، ما بقاش سخن قوي. وقلبتهم كويس جدا لغايه ما بقى القوام كريمي. اهم حاجه الخطوه ديت، تقلبوا كويس جدا لغايه ما يدوب السكر والحليب وكل حاجه مع بعض. حطيتهم كده على اللبن بعد ما دفى خالص. يعني تحطوا صباعكم فيه زي ما انا قلتلكوا، وتستحملوا لغايه 30 ثانيه. يعني تعدوا لغايه 30 على ايديكوا كده، وتستحملوه خلاص. تحط عليه بقى الزبادي، تقلبوا بقى كويس جدا في الخطوه دي برضو، علشان خاطر ما يبقاش فيه تكتلات كده من تحت وانتوا مش واخدين بالكم منها. اهم حاجه الخطوه دي برضو، ما تقلبوش على طول وتسيبوها كده وخلاص، لا، قلبوا كويس جدا جدا، وانا باكد على الخطوه ديت. جبت كده صينيه حطيت فيها كوبايات، اطباق، فخار، زي ما انتوا حابين. انا هنا عملت في كوبايات، وكمان عامل طاجنين معاهم. حطيت كده الخليط لغايه ما انا حابه، وحطيت كمان في طواجن الفخار ديت. وطبعا الفرن معايا سخن جدا من قبل ما ابدا خالص، والميه ديت انا غلياها برضو من قبل ما ابدا وسايباها تهدى شويه. هي سخنه، بس ما ينفعش تنزلوها وهي مغليه. ده سبب برضو نجاح الزبادي، واللي هي ما تفصلش معاك وتعمل ميه كده من فوق الوش. هنا الميه لازم تكون مغليه، بس بتسيبوها تهدى شويه، يعني بتغلوها قبل ما تبداوا في اي حاجه خالص. وهنا كده معايا الزبادي بعد ما طلعت من الفرن بعد 4 ساعات بالظبط. طبعا الفرن كان سخن جدا، وبعد كده طفيته ودخلت فيه الزبادي. هنا بعد ما دخلتها التلاجة وطلعت بقى، كانت في منتهى الروعة وزي الزبادي الجاهزة بالظبط. جربوها بالطريقة دي هتطلع معاكم مظبوطة جدا، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة، وبألف هنا يا رب على قلوبكم.